مرحبا بكم في حلقة جديدة مليئة بالمفاجآت من عالم الحيوان الغريب والمذهل. النهاردة هنتعرف على كائنات فريدة لدرجة إنها ممكن تخليك تحس إنك دخلت عالم خيالي. كل حيوان منهم له صفات غريبة جدا، من شكلهم المدهش إلى قدراتهم الخارقة. فخليكم معايا للنهاية، لأن آخر حيوان هنتكلم عنه نادر وغامض للغاية. قبل ما نكمل، ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان توصلك كل الحلقات الجديدة وما يفوتكش أي فيديو مثير. 1. السمكة الفقاعة. السمكة دي مشهورة بشكلها الغريب اللي بيظهر لنا لما نطلعها من أعماق البحر. تحت ضغط البحر العميق جسمها مثالي للعيش، لكن لما تطلع للسطح بيبقى شبه الجيلي. الغريب إنها بتعيش على أعماق حوالي 1200 متر، وده عشان تتغذى على القشريات الصغيرة اللي بتسقط من فوقه، وده سبب ظهورها المضحك على السطح. 2. خفاش المطرقة. ده أكبر خفاش في إفريقيا، وميزته الغريبة رأسه الكبيرة اللي شبه المطرقة عند الذكور. الرؤوس الكبيرة دي مش بس شكل، ده ليها دور في تحسين حاسة السمع وجذب الإناث خلال موسم التزاوج. والأغرب إنه بيصدر أصوات تشبه البوق، لدرجة أنها ممكن تسمعها من على بعد عشرات الأمتار. 3. الجمبري السرعوف. لو تخيلت حيوان صغير لكنه مقاتل شرس، الجمبري ده مثال حي. إيديه الأمامية بتضرب بسرعة رهيبة، أسرع من رصاصة مسدس، وده يقدر يكسر الزجاج بسهولة. والأجمل من كده إنه بيشوف ألوان فوق خيال البشر، لأن عينه فيها 16 نوع من الخلايا الحسية، وإحنا البشر عندنا 3 فقط. ده يخليه قادر يشوف الطيف اللوني الكامل تحت الماء. 4. سحلية باسيليسك. سطح الماء بسرعة كبيرة عشان تهرب من الأعداء. أقدامها الكبيرة مخدومة بطريقة تخليها توزع وزن جسمها على أكبر مساحة، وده اللي بيخليها تمشي على الماء. 5. البطريق الأزرق. أصغر أنواع البطريق في العالم، طوله حوالي 30 سنتيمتر ووزنه أقل من كيلو. بيعيش في نيوزيلندا وفي أستراليا، وصوته يشبه صياح الديك. العجيب فيه إنه رغم صغر حجمه قادر يغطس لفترات طويلة ويقاوم درجات حرارة المياه المنخفضة جدا. 6. الأوكابي. وده مسك الختام، حيوان نادر جدا يعيش في غابات الكونغو المطيرة. شكله كأنه خليط بين الزرافة والحمار الوحشي، عنده رقبة طويلة نسبيا زي الزرافة ورجلين مخططة زي الحمار الوحشي. الغريب إنه قريب الزرافة فعلا من الناحية الوراثية، لكنه عاش معزول عن البشر مدة طويلة، لدرجة إن العالم اكتشفه رسميا لأول مرة في أوائل القرن العشرين. الأوكابي بيعتبر من الحيوانات الخجولة، وبيستعمل أذنه الكبيرة للحماية من الأخطار. وأغرب حاجة إنه بيستخدم لغة خاصة بالأصوات شبه الهمس للتواصل مع غيره من الأوكابي في الغابة.